جمال مع دكتور محمود العافية. أنا قدامي تحليل ببص عليه الأول، نتيجة التحليل ده هو ده اللي بتدلني على الطريقة الصح. هو فعلا انا ممكن اخف من السكر لو اتعالجت من السمنه؟ النهارده هنديهم نظام غذائي بس ده مختص للسمنة المختلطة اللي هي عبارة عن 50% من جسمهم فيه دهون زيادة و50% من سمنتهم عبارة عن تجمع سوائل زيادة. ازاي اعمل دايت، وازاي جسمي يحلو ويتنحت، وازاي شعري وبشرتي يبقوا في رونق احسن. أقدر أخسس وزن والوزن ينزل بس منطقة بعينها ما تنزلش. علاج حديث بيتاخد حباية تحت اللسان، بيبقى كورس 27 يوم بناخده مع نظام غذائي معين بنزل فيه أرقام خيالية. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الرشاقه والجمال. والنهارده اعزائي المشاهدين لازم تتابعونا كويس لان معانا موضوعات مهمه جدا. اولها الحاله النفسيه والسمنه، والموضوع التاني هيكون عن النحافه واللي بتهم ناس كتير. يعني ناس كتير زي ما يهمهم ان هم يخسوا، ناس كتير بيعانوا من مشكله النحافه ويهمهم ان هم يكتسبوا زياده في الوزن. وهيناقشنا في الموضوعات دي النهارده زي ما عودناكم الدكتور محمود العفيفي. دكتور محمود مصطفى العفيفي اخصائي السمنه والنحافه ونحت القوام والعلاج الطبيعي. اهلا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور، مشرفنا من جديد في برنامجنا. دكتور، كنا في الحلقه اللي فاتت ختمنا برضو حلقتنا بالكلام عن الحاله النفسيه وارتباطها بالسمنه. يا ريت حضرتك توضح لنا الموضوع ده. طبعا عايز اقول لك ان كل مريض عنده سمنه يبقى عنده مشاكل نفسيه. لازم نعرف السبب الحقيقي للتخن. يعني انت تخنتي ليه، او الشخص تخن ليه؟ هل بسبب اشكال مثلا مشاكل زوجيه مع الزوج، لو ست مثلا متجوزه؟ هل مشاكل عاطفيه مع عند بعض البنات بتحصل مشكله ان هي بتطلع غلها كله في الاكل؟ هل هي مثلا بتحصل كتير طبعا بالظبط كده، خصوصا في السيدات المتزوجات فعلا او البنات اللي مخطوبه. يعني هي اول حاجه تلجأ لها لو هي نفسيا، لو يحصل مشكله معينه الشوكولاته، وتاكل بكميات كبيره كانها بتعاند في نفسها. طبعا احنا عندنا في المركز موفرين جزء نفسي او حاجه اسمها التاهيل النفسي للمريض. ده الجزء دوت ليه دور، عايز اقول لك ان هو من اهم الادوار عندنا بجانب الجلديه والتجميل مع الدايت، ان احنا بناخد العيان نعمل له تاهيل نفسي عشان نعرف ايه مشاكله. يعني كان عندي حاله مشاكلها الاساسيه جوزها، يعني هي سبب تخنها جوزها. اولا مش بيقول لها كلام كويس، يعني مثلا مش بيشجعها، دايما محسسها ان هي شكلها وحش. حتى لو حاولت تخس
عمر ما يعني تخيلي مثلا تقولي الناس كلها تقول لي انا بخس، ما عدا هو يقول لي انت زي ما انت مش باين دي يا عليك. دكتور مشكلة معظم السيدات المصريين، بالظبط المصريات كده. والأزواج المصريين هم معظمهم كده. بيحصل. فلو هنقعد يعني لو كل ست هتقعد تبص ان جوزها ما بيقولهاش كلام حلو، يبقى يا ريت حضرتك تقول لهم النصيحة دي، يبقى كل الستات هتفهم. هيعمل مشكلة جامدة فعلا. يا ريت حضرتك توجه لهم ما هو ده اللي احنا بقى النصيحة دي بنعمله، أول احنا حاجة. بنحاول نعمل تأهيل نفسي وبنحاول نسمع الحالة كاملة من أول ما تيجي المركز، أسمعها كويس جدا جدا. ده شيء وتقول كويس لي جداً. إيه المشاكل، يعني تقول لي مثلا أنا عندي مشكلة مع كذا وكذا فلان وجوزي وكذا، وتقعد تتكلم وأنا بسمعها براحتي خالص لحد ما أعرف المشكلة أساسها إيه. أعتقد إن ده بيخلي المريض يرتبط بالدكتور جدا بتاعه، جدا، وبيخليه يعني يبقى حابب اكتر ان هو يعني يحقق معاه حاجه. انا عايز اقول لك ان انا عندي حاله بعتلي على الفيسبوك، يعني بعتلي مسج تقول لي يا دكتور محمود كفايه انك رجعت لي ثقتي بنفسي. انا في حاجه كلمه حلوه قالتها برضو خلت لي في معنى حياتي حاجات حلوه انا ما كنتش حاسه بيها. يعني هي نتيجه الاحباط النفسي، وكانت شايفه الحياه كلها سودة على فكره. عايز اقول لك مش بس تخن، لا ده هي العيشه الحاله النفسيه اللي عايشه فيها، الاسترس النفسي اللي جوزها دايما عامله عليها، عدم تقدير اي حاجه بتعملها او اي طريقه تغير من شكلها كانها ما حصلش حاجه. يعني الغرب يعلقه وهو ما يعلقش. طبعا انا بحاول اعالج المشكله دي بسبورت نفسي معاهم، وساعات بقول لها على بعض الحلول اللي هي تقدر تغير بيها الشخص. على فكره احنا ساعات كتير بنلوم نفسنا، بنلوم الشخص الاخر بس مش بنلوم نفسك. يعني انت مثلا هل انت شاركتي، هل انت حاولتي مثلا بالبلدي كده تنكشي جوزك تقولي مثلا انا ايه رايك؟ مش شرط انك انت بس تعملي حاجه متغيره عشان تستني رد الفعل. انت ممكن على فكره انت ممكن ببعض الطرق ان احنا نغير بيها الشخص اللي قدامنا. يعني انا مثلا كان عندي حاله كان ايه سبب نجاحها معايا؟ مثلا البنت كانت جايه فاقده الثقه في نفسها تماما، وشايفه ان هي وحشه وعمرها ما هتخس وعمرها ما هتتغير. لما بقول لها الله ايه الامر اللي قدامي ده، عايز اقول لك دي ضحكت عايز اقول لك اول ما ضحكت اول ما ابتسمت عرفت انها كده ايه، فتحت الباب المقفول. يعني هو كان في باب مقفول، لو كنت قعدت اتكلم معاها سنين وممنوع السمنه وممنوع الزيت ولا كانت هتسمع لي. انا كنت محتاج باب افتحه بس عشان تستقبل كلامي بكل سهوله. بالظبط. وده احنا في حاجه اسمها التنميه البشريه دي، لازم دكاتره كتير ما بيتعاملوا مع المرضى بالذات في الحاله النفسيه يتعلموها، ان هي بتقدر يقول لك على بعض الحلول اللي تحل بيها الغاز كل واحده. برضو حاله تانية عايز اقول لك كان بفضل ربنا دي من الحالات الناجحه عندي قوي قوي، خست معايا 30 كيلو بس بسبب حاجه واحده بس، ان هي كان عندها مشكله، عندها وسواس قهري في الصلاه. تقول لي انا ممكن اصلي 3 مرات، ممكن اتوضى 5 مرات، لدرجه ان هي كانت بتعيط تقول لي انا ممكن اجيب ابني يقف جنبي يشوفني بتوضى ازاي عشان لما اخلص وضوء ما اتوضاش تاني. عندها وسواس. قلت لها طب ما انا كده برضه. قالت لي بجد هو في حد كده اصلا؟ قلت لها انا كده برضه ممكن اصلي. بتشارك المريض حالته النفسيه وقلت لها انا او مشكلته. بالظبط. قلت لها انا رحت للشيخ وسالته على حالتي، قال لي يا دكتور محمود حلك الوحيد اهمل. هو ده شيطان بيحاول يشغلك عن الصلاه ويشغلك عن عباده ربنا. ما تركزش معاه، قول له انا فعلا صليت صلاه ناقصه، انا فعلا ما اتوضيتش صح، وصلي برضه وربنا ان شاء الله هيستجيب منك صلاتك. فقلت لها حل الاهمال. فلما جربت تعرفي ان هي كانت بتاخد 3 انواع من الادويه النفسيه، بطلت منهم نوعين، وقالت لي الدكتور قال لي هنبطل واحد تدريجي لحد ما نبطل خالص. يعني حتى الدواء النفسي اللي كانت بتاخده بدات تبطله. عايز اقول لك ان الامراض النفسيه مرتبطه كتير بالسمنه. 90% من مرضى النفسيين بيتخنوا. ليه؟ لانهم بياخدوا ادويه مضاده للاكتئاب، بياخدوا ادويه بتقلل اصلا معدل الحرق بشكل غير طبيعي. عايز اقول لك ان انت تبقي انسانه طبيعيه يحصل لها مشكله نفسيه تروح لدكتور نفساني تتعالج عنده، فاول حاجه بياخدها بيديها كميه علاج غير طبيعيه. طبعا هو الدكتور في دكاتره ما عندهمش الوقت يسمعوا المريض كويس، فبيستسهل بصراحه وبيكتر من الادويه. فبالتالي العيان في الاخر هو حالته بتستقر، بس بيني وبينك انا يعني عايز اقول لك ان انا بيجي حالات تصعب عليكي، تبقى الحاله عندها حاله تبلد وبلاهه كانها مش واعيه. يعني انا لدرجه ان انا في مره حاله فمامتها كانت معاها بقول لها هي بنتك بتاخد مخدرات ولا ايه؟ قالت لا ده عندها مشكله نفسيه وهي السبب ان هي تخنت كده وان هي بتاخد علاج نفسي. فالبنت تحس ان هي ما عندهاش وعي، يعني بنت تايهه.
اتغيرت؟ بصي هو انا كانت يعني مثلا انا هحكي لك على الحاله دي بالذات. يعني الحاله دي كانت تخيلي ايه المشكله النفسيه بتاعتها، يعني حاجه تافهه غير طبيعيه، عندها نفسها تحضر ماجستير وعندها مشاكل مع الدكاتره بتوعها، فجابوا لها حاله احباط، فالبنت كرهت نفسها وكرهت الدنيا، فجالها ديبريشن رهيب جدا 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 يعني. فسبحان الله لما اتكلمت معاها قلت لها انا لو بنتي هتقولي عايزه احضر ماجستير، ولا يا بنتي اهم حاجه تتجوزي. يعني عارفه اللي هو ايه، ببسط لها الامور، ان انا بحاول اقول لها الموضوع مش موضوع يعني الحياه مش تقف على تحضير ماجستير يعني. أيوة. فاهمه قصدي؟ فهي القصه، فبدات اتكلم معاها واحده واحده لحد ما قدرت ان انا اقدر ابسط لها المشكله اللي عندها. يعني بعد ما كانت شايفه ان هي فعلا، على فكره المرضى النفسيين حاطين نفسهم في وشايفين ان هم واقعين في مشكله الدنيا كلها مش حاسه بيهم، وحاسين كمان ان المشكله دي ملهاش حل وكبيره جدا جدا جدا. فلو قدرت انت تاخديهم وتخرجيهم من ده وتكلميهم عن ان المشكله تافهه جدا، يعني ايه ماجستير، يعني ايه يعني ايه تدمري حياتك وتبقى مريضه نفسيه بادويه بالشكل اللي انت فيه دلوقتي عشان ماجستير يعني. او عشان اي حاجه. وكمان يا دكتور كتير من حالات السمنه، كتير من الناس اللي بيعانوا من مرض السمنه اساسي عندهم الاكتئاب. طبعا. والاكتئاب ده ناتج عن السمنه، لان هو عنده شعور على فكره. ليه بيجي له اكتئاب؟ لان اولا هو عنده صراع نفسي في عندنا حاجه اسمها الوعي واللاوعي. يعني ايه الوعي واللاوعي؟ ان المريض جاي يخس عندك النهارده، ده الوعي بتاعه. اللاوعي بتاعه مش عايز يخس، لانه مش عايز يتعب ومش عايز يتحرم ومش عايز يعمل دايت ومش عايز يعمل رياضه. فهو الصراع اللي في النص ده اللي بيجيب اكتئاب. ان انا رافضه شكلي ومتضايقه من منظري. تعرفي ان في مرضى كتير عندي بيبقى لهم مثلا شهور ما بصوش في المرايه، تقولي انا اصلا مش ببص في المرايه. بقول لها يعني ايه؟ هي خايفه تبص في ما المرايه، بتحبش مش عايزه تبص في تشوف المرايه. شكلها. تخيلي انا كدكتور محمود عايز اقول لك لو انا بصيت في المرايه الصبح وشكلي عجبني بترفع من معنوياتي جدا طبعًا جدا. طبعا. انا يعني فاهمه. لو رحت جبت مثلا تيشيرت جديد او شميز جديد بمقاس جديد، عايز اقول لك دي بتبقى ممكن يعني احسن من 1000 جنيه كسبته مثلا في ساعه. فتخيلي دي بتفرق معايا جدا جدا وبتخليني انتج صح. يعني عايز اقول لك الحاله النفسيه هي المسؤوله عن الانتاج. طول ما واحد نفسيا مش متظبط عمره ما ينتج 100% صح. يعني هي الحاله النفسيه هتاثر على حياتك الزوجيه وعلى حياتك في الشغل، هتاثر على اطفالك لو انت ست متجوزه، هتاثر على تركيزك حتى مع الناس. يعني دايما الناس اللي عندها مشاكل نفسيه بتحس انه عايش في عالم خيالي وتايه من وسط الناس. فاحنا دي بنحاول بقى نساعدهم ونخرجهم لبر الامان بحيث ان احنا يبقى الموضوع متكامل. انا قلت لك اول حلقه اتكلمنا فيها احنا بنحاول نخرج العيان من منظور الدايت التقليدي للمنظور الجديد، هي منظور الحياه. ان انا بكلمك على حياتك، ما بكلمكيش عن دايت ووزن وخسيه يعني. برضو يا دكتور في بعض من الناس اللي عندهم سمنه حضرتك تلاقي عندهم عايشين حياتهم بلا مبالاه. يعني عندهم نوع، يعني مش نوع، ده هو كل حياتهم لا مبالاه، خلاص انا عايش وخلاص. هل حضرتك تقدر تخرج المريض من الحاله دي لدرجه ان هو يحس انه انسان جديد وعايش بقى يعني حياته زي اي حد طبيعي مبسوط؟ لا مش حد طبيعي، بس حد مبسوط بالحياه، حد سعيد بحياته انه عايشها. نوع المرضى اللي هم بيوصلوا لمرحله اللامبالاه او الاهمال، اللي هو المريض اللي هو بيحط راسه في الارض بقى لا مبالاه في كل حاجه، مش بس في السمنه، لا مبالاه في حياته كلها، هو كل نواحي هو رافض الوضع اللي هو عايش فيه اصلا ورافض حالته وشكله. فخلاص بقى هو يعني فهو عايز اقول لك بياكل بلا وعي، بياكل بزياده، شراهه زياده. يعني عايز اقول لك ان هو لو سالتيه يقول لك انا كل يوم بزود كميات اكلي عن اليوم اللي قبله. عندي حاله مثلا، تخيلي حضرتك ممكن زادت وزنها زاد 11 كيلو في شهر. انا عمري ما شفت حد كده 11 كيلو في خلال شهر بس، علشان خاطر حاله دروب نفسي نتيجه مشكله نفسيه برضو، جالها حاله احباط، تاكل بكميات بشعه. طبعا علشان نقدر نخرجها لازم ارجع لها ثقتها بنفسها. دي اهم نقطه بقى بشتغل عليها، هي ان انا ازاي اقدر ارجع لك ثقتك بنفسك من جديد، وازاي اقدر اوضح لك ان الحياه ما وقفتش.
احنا الرب الحياه ما وقفتش عند النقطه دي. طبعا في جزء بيبقى فيه روحانيه شويه، ان احنا بنحاول نقربها من ربنا عشان خاطر ان هي تبدا يعني تلجا لربنا بالدعاء، بحيث ان هي تقدر تساعد نفسها برضو. وحته احنا بنعمل لها سبورت، وبرضو لو احتاجت اي دكتور مساعد لينا بندخلها برضو، وبندخلها على فكره دكتوره التجميل. ليه؟ عشان تعمل لها تديها الدكتوره. والدكتوره عندنا كمان فيها ميزه حلوه قوي، ان هي بتعمل لك رسمه تخيليه لشكلك قبل ما توصلي لها. يعني تقول لك انت في خلال مثلا كذا هيبقى شكلك عامل كذا كذا كذا، فبالتالي هي دي بتديها امل. طب انا اللي شايفه نفسي وحشه ومحبطه هبقى حلوه واحده ثانيه في كل حاجه. بالظبط كده. ده شيء جميل جدا يا دكتور. طيب برضو يا دكتور، يعني ناس كتير لما بيكونوا تخان ويخسوا هما بيقولوا يعني بيقول انا كنت عايش، يعني كنت عايش في كآبة مستمرة، ودلوقتي انا بقيت يعني سعيد. سعيد وحياتي اتغيرت. هل فعلا المرضى عند حضرتك بييجوا يقولوا لك فاكر التقارير اللي كنا عملناها؟ يعني انا شخصيا من رأيي الشخصي انه حالة زي حالة احمد او ابراهيم، محمد او ابراهيم عمره ما كان هيجي يتكلم في برنامج صح. الا اذا كان سعيد بالنتيجه اللي وصل لها. صح جدا. ده اكيد مهما كان اكيد هو سعيد بالفرق اللي قبل ما يخس وبعد ما يخس. بالظبط. عمره ما كان هيجي يتكلم قبل ما يوصل للنتيجه دي، او اذا كان حاسس بالسعاده من جوه. ابراهيم قال كلمه انا حلوه قوي، قال انا اصحابه نفسه كان كل ما يشوفوه يا كئيب يا كئيب. وكمان حته ان هو ما كانش بيتصور. يقول لك انا ما كنتش بحب اتصور. طبعا معظم الناس تخيلي دلوقتي لما دلوقتي عماله تتصوري ليه؟ ان خلاص ثقتك بنفسك رجعت تاني، فرحتك لدنيتك رجعت. لبس، عايز اقول لك ان انا تعرفي ان اسعد يوم في حياتي الشخصيه يوم ما اجيب لبس جديد. اللي عنده سمنه اسوأ يوم في حياته. طبعا والله اسوأ يوم في حياته. ليه بقى؟ ده انا عايز اقول لك ايه بقى، ده بيعيطوا. انا عايز اقول لك ان انا جات لي واحده بنت هي مامتها تقول لي انا جايباها من محل، عياط منهاره نتيجه ان هي مش لاقيه طقم. كل ما تقيس طقم شكله وحش او مش على قدها، يا اما تجيب حاجات بتاعت الناس اللي تحس تقول دي بتاعت العواجيز ما تنفعش لسن. في شاب من الشباب كان سبب مجيه عندي، تخيلي بقى ان هو داخل محل فملابس، الراجل ربنا يسامحه احرجه وقال له معلش سوري مقاساتك مش عندنا. يعني كان حتى سابه يخش. معظم المحلات لا يا دكتور بتحصل في محلات كتير، من اول ما يدخل هو لقى الشخص وزنه كبير يقول له لا معلش مقاسك مش عندنا. يعني نفس الطريقه تخيلي المنظر بقى، كانك انت انسانه مرفوضه حتى من يعني من مكان انت بتشتري منه ومرفوضه من الناس. واحد قال لي كلمه ضحك برضو، يقول لي لما بروح اركب مثلا مواصلات بضطر يدفعني مكانين. كنت بدفع مكانين، السواق ما يقدرش يركبني حد جنبي، يقول له لو سمحت يا باشمهندس ادفع مكانين عشان طبعا دي بتجيب له احراج نفسي. طبعا تخيل بقى لو انسه موجوده او حد موجود، احراج او حد مثلا يتريق عليه كلمه، فكانت بتعمل له حاله نفسيه غير طبيعيه. تخيل احنا نقدر نخرج المريض وعلى فكره والله بفضل ربنا طبعا اولا ان انا اقدر اخرجك من الحاله دي في غضون ايام. انت عارفه انا عندي حاجه بعملها لكل المرضى اللي عندي، بقول لهم انا طبعا زي ما قلت لك قبل كده ان انا بعمل خطه علاجيه بتاريخ محدد. لو فرضنا مثلا ان انا هحدد لك التاريخ ده 90 يوم او 100 يوم، بقول لك هاتي لوحه بيضه كبيره اكتبي فيها من 1 لحد 100 او 1 لحد على حسب ما انا بحدد لك هتخسي في كام يوم، وكل يوم تصحي فيه وتعدي عليكي يوم اشطبي يوم، هتلاقي الايام عدت بشكل سريع جدا. دكتور استاذنك نطلع فاصل ونرجع نواصل كلامنا معاك. اعزائي المشاهدين نرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. اهلا دكتور محمد. اهلا بك. دكتور، كنا قلنا للساده المشاهدين ان موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن السمنه وعلاقتها بالحاله النفسيه وحضرتك كلمتنا عنها. ننتقل للموضوع الثاني وهو النحافه وزياده الوزن. انا عايز اقول لك ده اشهر موضوع مهدوره يعني حقه. لدرجه ان انا الناس بتجيلي عياده تقول لي هو انت بتخسس بس ولا ممكن تخن برضه؟ يعني حتى الناس بيسالوا. ايوه
هم مش متخيلين دكتور التخسيس هو ده اللي عنده بيتخن عنده النقطه دي. احنا برضو لازم برضو نفهم المرضى بتوعنا ان مرضى النحافه احنا عندنا نوعين من النحافه، عندنا نحافه شكليه او نحافه موضعيه، وعندنا حاجه اسمها نحافه مرضيه. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم اللي بيحددها حاجه اسمها البي ام اي او البادي ماس اندكس او المؤشر الكتله. ده بنحط الوزن على مربع الطول. لو انت وزنتي نفسك وشفت طولك وعملتي الاسم البي ام اي، لقيتي ان الرقم الناتج بتاع المعادله ده اقل من 18 ونص، اعرف ان انت كده عندك نحافه مرضيه. يعني ايه نحافه مرضيه؟ يعني في مشكله على صحتك نتيجه نقص وزنك، بتاثر، ممكن تكسر عضلات من جسمك، ممكن يبقى في نقص سوائل في جسمك، ممكن يكون في نقص معادن وفيتامينز جوه الجسم. يبقى دي النحافه ايه؟ المرضيه. النحافه الشكليه او الموضعيه دي تبقى اكتر عند السيدات، بتبقى الموضوع ان هي حاسه ان هي رفيعه بس وزنها مثالي. دي بقى اكتر في منطقه الصدر، هي دي عندها عامله مشكله جدا، او في منطقه الهيبس اللي دي برضو، او الارداف دي عندها برضو عامله معاهم مشكله، ودي لها علاج ودي لها علاج. طيب يا دكتور حضرتك قول لي ايه ممكن يكون علاج النحافه؟ يعني اني اكل وخلاص؟ افضل لا. اكل بصفه مستمره؟ علاج النحافه اول حاجه هنعملها الاول بعد ما نحدد نوع النحافه، لازم نعرف ايه سبب النحافه. خلي بالك ممكن يكون زياده في افراز الغده الدرقيه، تفرز بكميه كبيره فتعمل لها نحافه. طبعا دي اول حاجه حضرتك بنعمل تحاليل طبعا. طبعا لازم سواء سمنه او نحافه. تاني حاجه نعرف هل هو، خلي بالك انا عندي حاله عندها نحافه كانت قويه جدا جدا. اول ما شفته قلت له اعمل لي تحليل سكر. عايز اقول لك طلع عنده سكر وهو ما يعرفش. سكر 500، كان عنده السكر 500 ما يعرفش، وفاكر ان هو ما بياكلش او ضعيف عشان خاطر هو يعني هو فلاح بيشتغل في الارض. بيقول لي ايه، اصل انا بشتغل كتير فاللي باكله بحرقه. فبقول له انت بتخش الحمام كتير؟ قال لي على طول بخش الحمام بشكل مستمر. فعمل لي تحليل سكر لقيته 500. طبعا على طول حولناه لدكتور الباطنه يتعامل معاه عشان خاطر يبدا يعالجه من المشكله. وعلى فكره بدا وزنه يزيد دلوقتي ويتحسن، لان هو كانت اصلا مشكلته في السكر، ما كانش مشكله في الاكل بتاعه. في النوع الثالث هو نوع الديدان. في ناس عندها ديدان وما تعرفش، او عندها طفيليات. دلوقتي لسه في ناس طبعا بالذات الناس اللي في الارياف اكتر بيبقى عندهم مشاكل في الديدان. طبعا دي بيبقى علاجها لازم اقول لك ايه، اصل في كلمه حلوه قوي، بيجي لي مثلا واحده ست تقول لي انا ابني وبنتي اديت لها الشوربه ومع ذلك ما بتخنش. لسه في شوربه. اعملي تحليل جديد. طب ولا طب اعملي قراري التحليل. الدكتور محمود انا اديت لهم المطهر معوي والشوربه وكل حاجه وبرده ما بتتخنش. اجي اعمل تحليل جديد الاقي عندها برده ديدان تاني. طب ازاي ده حصل؟ في نوع من انواع الديدان ده معدي للبيت كله. يعني تخيلي انا بعمل تحليل، لو لقيت النوع ده لازم الاب والام وكل العيله اللي بيستعملوا الحمام ده ياخدوا نفس الجرعه. فالطفل مظلوم، هو يقعد يشرب في ادويه وياخد شربات غريبه كده في الاخر، يحصل ابوه مثلا او والدته هي اللي بتنقل له العدوى مره ثانيه. فاهم قصدي؟ فاحنا طبعا دي بتسبب الديدان دي طبعا سبب نحافه مستمره جدا مهما اكل. بالظبط. وهو ليها نوع معين، هو ده نوع معين من هو النوع المعدي اللي هو بيبقى البيت كله لازم ياخد نفس العلاج يعني. ماشي. طبعا مع غلي الهدوم، مع تطهير الحمام بشكل مستمر عشان اقدر اعالج المشكله من جذرها. اخر حاجه بقى هي سوء الهضم والحاله النفسيه. يعني تلاقي في زي ما مرضى السمنه بيلجأوا جري للاكل اول ما يحصل لهم حاله دروب نفسي، العكس تماما. مريض النحافه اول بس ما تزعليه يقطع اكل شهر. يعني عايز اقول لك ان في بنات بيخشوا في غيبوبات نقص سكر وبيروحوا المستشفى عشان بس خطيبها مثلا زعلها ولا حاجه ولا كان لها كلمه وحشه فبطلت اكل ده خالص. الاطفال دلوقتي يا دكتور لو زعلوا بيمتنعوا عن الاكل، ممكن الطفل يمتنع باليومين عن الاكل. بالظبط كده. فهي طبعا مع ضعف الجسم كمان فتلاقيه فجاه يحصل له مشاكل صحيه يعني. طبعا. فاحنا عشان كده لازم نعرف الاول سبب النحافه. بعد ما اعرف سببها ابدا اعالج كل سبب لوحده، لو هي سواء اسباب مشتركه او سبب فردي لكل حاله. نخش بقى على النحافه اللي هي الموضعيه. النحافه الموضعيه ديت حلها في حلول طبيعيه ودي متوفره في المركز عندنا، سواء باجهزه برضو بنعالجها، سواء كان منطقه تكبير الصدر بالذات او بالوصفات الطبيعيه. بس الوصفات الطبيعيه يا جماعه ناس كتير جربتها وما بتجيبش نتيجه. طب ايه السبب بقى؟ سوء استعمال الوصفه. يعني مثلا اشهر وصفه معروفه عند مصر كلها زيت الحلبة او زيت السمسم. دي بنستعملها في علاج ايه؟
نحافه الصدر مثلا. الوصفه دي بيقول لك انا بستعمل زيت سمسم وزيت حلبه، بقعد ادهن فيهم كل يوم وصدري ما بيزيدش خالص. ليه بقى؟ لان اصلا امتصاص الزيوت للجلد ضعيف جدا، ممكن 5% او 10%. ده علاج موضعي. بالظبط. لا لازم بقى نعمل حاجه اسمها رابنج. الرابنج ده بيعمل ايه؟ الرابنج ده بيعمل عباره عن طريقه ان احنا بنغلف بعد ما بنعمل مساج بالزيت، لازم نغلف عارفه السلوفان اللي هو بيغلفوا بيه الاكل بيتباع في السوبر ماركت، الاسترتش ده بنغلف بيه المنطقه بعد ما بنعمل الدهان ده عشان نرفع امتصاص. والفكره دي احنا جبناها من فكره النانو تكنولوجي. على فكره دلوقتي حتى النانو تكنولوجي دخلت في كل حاجه، دخلت في علاج النحافه، دخلت في علاج السمنه. عندنا دلوقتي في علاج السمنه حاجه اسمها HCG، ده ممكن ينزلك 27 كيلو في الشهر. تخيلي عيان يخس 27 كيلو في الشهر. دي لو واحده مثلا عندها فرح او عندها مناسبه. وعايز اقول لك نقطه برضو، لان النقطه دي ناس كتير هتهاجمني على الرقم ده ال HCG ده بيتعامل مع جدار الخلايا بس. يعني زي ما قلت لك قبل كده احنا بضمن لك 100% ان انا بحرق دهون، وبحرق دهون ضاره، مش دهون سليمه. وده برضه يا دكتور بيشيل الدهون دي بدون رجعه، يعني يشيل خلايا بس خلايا دهنيه اهو. حاجه اسمها ال HCG ده بيبدا يعني كاني عملت شفط دهون بالظبط. ده علاج حديث بيتاخد حبايه تحت اللسان، بيبقى كورس 27 يوم بناخده مع نظام غذائي معين، بنزل فيه ارقام خياليه. يعني حتى انا ساعات بلجأ له في الحالات المستعصيه جدا. وده اصلا مع خلي بالك يعني ما اجيش بقى بكره اقول لك كله ايه انا عايز اعمل ال HCG، لا طبعا. انا بلجأ بس يعني انا اتطلب مني كذا حاله ان هي دكتور محمود عايز اخد حبوب النانو تكنولوجي، انا رفضت. ليه؟ لان هي ما عندهاش دهون صلبه، ما عندهاش الدهون اللي تستاهل تاخد العلاج ده، عشان الناس بتجري ورا اي وصف. انا بقول لك اهو، حتى العلاج ده انا مش بستعمله مع كل الناس. انت فاهمه قصدي؟ نرجع نكمل بقى موضوع النحافه. ففي علاجات طبيعيه بنجربها الاول. في برضه علاج طبيعي شهير جدا الناس كلها بتستخدمه، اللي هو مربى خرز البقر. هل ده حقيقي فعلا بيجيب نتيجه؟ استعمال الحلبه، حبوب الشمر، حبوب الحلبه، حبوب اليانسون، دي كلها هقول لك فكرتها ايه. هي فكرتها اولا اما هاي كالوري زي خرز البقر، دي الفكره الوحيده ان انا بديكي كالوري عاليه في وجبه صغيره. يعني انا عندي مثلا تركيبه بعملها للمرضى عندي في العياده، التركيبه دي عايز اقول لك ممكن توصل لك اليوم ل 3000 سعره حراريه في اليوم اكل. هي اصلا ما بتاكلش، ولو قلت لها خدي 3 رغيفه و4 رغيفه يبقى انا كده بتكلم. في ناس اصلا مش بتحب تاكل. انا مره شفت نظام نحافه، عايز اقول لك يعني ان انا شفته وضحكت. قلت لها يا بنتي انت لو بتاكلي كده اصلا مش بتجيلي اصلا. يعني ايه اللي هو كاتبه لي؟ كاتب لها في الفطار 3 رغيفه، كاتب لها في الغدا 5 وفي العشاء 3. طب انت فين البطن؟ فين البطن اللي هتاكل ده كله؟ قالت لي ما انا ما اعرفش، ما رحت هو ده النظام ده، قال لي طب لو طبقتين اتخانق. طبعا انا ما قدرتش اكل حتى ربع الكميه طبعا. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بنديها تركيبات معينه. التركيبات دي يعني ال5 ترغيفه مثلا، يعني لو فيهم 1000 كالوري انا بديها لك في كوبايه قد كده. يبقى انا قدرت اديكي حاجات مركزه في كميات قليله بسعرات حراريه ايه؟ عاليه جدا. فاللي انا لو انا بحرق في، خلي بالك مريض النحافه برضو بيحرق يعني انا بيحرق بمعدلات جداً كبيره جداً. أيوة. يعني انا كنت لسه بقول للبنت عندي، بقول لها ايه، شوفي احنا تخنا 7-8 كيلو في حوالي شهرين، بس انت في يوم تخسي لي 5، عشان اخوفها برضو ان هي ما تحاولش ايه تستهتر. ده بتوصل لمراحل ان المريض نفسه بيقول لك انا بجعان ومكسل اقوم اكل. ايوه صح. يعني حتى هو جعان مكسل يجيب اكل. أيوة. انت متخيله؟ ما بيحصلش ده غير مع مرضى النحافه للاسف. ما بيحصلش مع مرضى السمنه. لا مرضى السمنه الساعه 2 بالليل بيقوموا يطبخوا عادي يعني. فكره مفيش مشكله عندهم يعني. فبقول لك التركيبات دي الميزه الوحيده بتاعتها ان انا بقدر اديكي سعرات حراريه عاليه جدا، فحتى لو حصل نقص في الوجبات انا بعوضها لك. طيب هل حضرتك يا دكتور بتدي ادويه او تركيبات تشتغل على الهرمونات؟ خالص لا طبعا، ده شيء خطر جدا. والناس اللي بيلجأوا لحاجات بتلعب على الغدد او الهرمونات طبعا سواء في السمنه او في النحافه، احنا كده بندخل نفسنا في مشاكل خطر كتير جدا. انا لازم اشتغل طبيعي 100%. حتى بقول لك في النحافه الموضعيه سواء كان في منطقه الارداف او في الصدر، انا بشتغل طبيعي الاول بالاجهزه الطبيعيه وبالوصفات الطبيعيه لحد ما اشوف لو الحاله مستعصيه. يعني كان عندي حاله عندها ضمور كامل في الصدر، ضمور كامل في منطقه الصدر،
دي لو حطت 5 كيلو زيت سمسم على جسمها ولا هيتحرك سنتي، ولا ادويه حتى، ولا ادويه ولا اكل. ليه؟ لانها بتدخل من كل جسمها المكان ده. لان هي ما عندهاش اصلا، عندها ضمور. على فكره الضمور ده مرض، ايوه طبعا، يعني مش رفع، يعني هي حتى لو هي تخينه هيبقى عندها برضه ضمور في الثدي. ما هو ده اكيد راجع للهرمونات بالظبط. فالحاله دي بنعملها حاجه اسمها امبلانت. الامبلانت دوت ده حاجه عايز اقول لك كان زمان سيليكون بقى وجراحات وكلام كده كبير يخض الناس، لا خالص. دلوقتي احنا في العمليه ما بتكملش نص ساعه بنعمل امبلانت دوت. طبعا لازم يكون حد يكون احنا طبعا عندنا في المركز عندنا عاملين تعاون مع دكتور لجراحات التجميل اللي هي مسموح بيها، فبنعمل العمليه. عايز اقول لك الست بتخرج او البنت بتبقى خارجه نفسيتها، عايز اقول لك كانك والله العظيم لو قلت لها ان انا هجيب لك مليون جنيه مش هيبقى زي الحاجه دي. خلاص هي عملت حل دائم وجميل. وكمان نفسها ده كانت نفسها. ده انا عندي هنا عندي بنات بيلبسوا حاجات عشان يداروا المنظر، حاجات تقولي طب انا حاليا في اللبس بعرف اخبي وداري، طب انا لما اجي اتجوز هبقى عامله ازاي؟ فتبقى نفسها. انا عندي بنات بيأجلوا جوازهم بس عشان خاطر المشكله دي. ايوه طبعا. طيب لو ما فيش مشكله في الهرمونات، هل حضرتك ممكن تعالج المشكله دي بنظام اكل او زي ما حضرتك يعني مشكله اللي هي صغر حجم الثدي؟ طبعا ممكن حضرتك طبيعي جدا، اجهزه طبيعيه بنعالجها بالنسبه للناس اللي عندهم نحافه طبعا. بالظبط. ازاي؟ هي ما عندهاش ضمور الحمد لله في الدهون وفي بوادق. احنا طبعا على فكره حالات النحافه برضو بدخلها على الجهاز اللي بيحلل الدهون عشان يعرف لي هل في نسب دهون ولا لا. يعني انا كان في ناس ما عندهمش نسب دهون اندر تحت الطبيعي، يعني يقول لك الشيت بيطلع لي كله ما فيش حاجه فاضي. بالظبط. فلو عندها نسب دهنيه اقدر اشتغل عليها عن طريق تنشيط الدوره الدمويه اللي رايحه المنطقه دي. بقدر اشتغل بشكل مكثف جدا ببعض العلاجات وبعض في ادويه معينه بنستعملها لتكبير منطقه الصدر. في بعض الوصفات الطبيعيه برضو لتكبير منطقه الصدر بالذات. وفكره في وصفات طبيعيه لتكبير الارداف. احنا في حاجه لكل منطقه. يعني هتقول ايه انا مش عايز اكبر الجزء ده، عايز اكبر بقدر اشتغل على كل جزء لوحده. وده بيبقى عن طريق نظام اكل بس ولا اكل أكل واجهزه ووصفات طبيعيه؟ لكن ما ينفعش حاجه واحده لوحدها، لازم حضرتك بتشتغل نظام عمل كامل بالظبط المكان ده. اوكي. طيب يا دكتور، معلش اخر سؤال معانا، مع وقت حلقتنا خلاص انتهى. حضرتك قول لي برضو احدث وسائل زياده الوزن، زي ما في احدث وسائل للسمنه لتخلص السمنه، اكيد في احدث وسائل لزياده طبعا الوزن. زي ما قلت لك احسن حاجه دي بيقدروا يعملوها لنا يعني موجوده حاليا في السوق، اللي هي المشروبات العاليه الطاقه جدا، اللي هي بتخلي الواحد يقدر لو حصل منه وجبه وقعت دروب منه او حصل مشكله في الشهيه اقدر اعوضها له بالمشروب دوت. مشروب الطاقه ده مش خطر يا دكتور؟ خطر لا خالص. هو عباره عن فيتامينز موجوده، وعباره عن لبن بودره، وعباره عن تركيبه كده فيها فيتامينات. عايز اقول لك ان مرضى النحافه بيشتكوا كتير من شعرهم ومن بشرتهم. طبعا ده اكيد. لما يبدا ياخد التركيبات دي يبدا يحصل الجلد بيتحسن، البشره بتتغير، الوش بيورد كمان. يعني دايما واحده تقول لي الوش دايما شاحب وحاسس ان انا ضعيف، يعني والله كان يقول لك كلها تقول لي دايما يعلقوا على وشي، وشك ليه انت عامله كده، انت عيانه، انت تعبانه. فاول ما بدات تاخد معانا كورس العلاج بدا وشها يرد مره جديد ووشها يبدا يحمر. على فكره احنا ممكن اديكي فيتامينات تحمر بس الخدود. ايوه. وزي وصفه ميه الورد، بنصح اي حد عايز يحمر خدوده ميه ورد كل يوم قبل ما ينام، ويشرب 3 كوبايات عصير طماطم وموز بلبن. دي وصفه جميله قوي. خلال شهر بس موز بلبن هيتخن. لا ما هو انا بتكلم على مريض النحافه. مريض النحافه يعني يشرب عصير طماطم 3 كوبايات في اليوم بسكر زياده، ياخد 3 كوبايات او 5 كوبايات موز باللبن مع ميه ورد قبل ما ينام. في خلال شهر بالظبط هتلاقي ميه ورد على البشره مش هتتشرب. هتلاقي فيه خدود حلوه قوي طلعت ان شاء الله يا رب. ميرسي دكتور على النصايح الجميله دي. وللاسف وقت حلقتنا خلص، مع اننا كنا نتمنى ان احنا كلامنا مع حضرتك ما يخلصش. سعدنا بلقائك النهارده يا دكتور، ويا رب يكون الساده المشاهدين استفادوا من المعلومات القيمه اللي قالها لنا دكتور محمود العفيفي. دكتور محمود مصطفى العفيفي، اخصائي السمنه والنحافه ونحت القوام والعلاج الطبيعي. بنشكر حضرتك يا دكتور، نورتنا، وبنشكرك على كل المعلومات القيمه اللي حضرتك افدتنا بيها. اعزائي المشاهدين، على وعد بلقاء جديد ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامجكم الرشاقه والجمال. تحياتي شيماء سعيد.